مع مسك الختام لهذه الليلة القرآنية المباركة مع فضيلة القارئ الشيخ خالد شكر قارئ بعد كلية مصر العربية وأبو خالد القراء مقيم بمركز مدينة الدلجان. بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن أشد خلقا أم السماء رفع وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى السماء بناها رفع سمكها فسواها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك اللهم لا تخزنا ولا تفضحنا يوم العرض عليك اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشفنا من جميع أمراضنا وارحم أمواتنا اللهم اغفر
لفقيدنا، اللهم اغفر لفقيدنا، اللهم اغفر لفقيدنا، اللهم أدخله فسيح جناتك، اللهم أدخله فسيح جناتك، اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم شفع فيه القرآن، اللهم شفع فيه القرآن، وشفع فيه النبي العدنان، وشفع فيه النبي العدنان، وشفع فيه الصلاة، وشفع فيه الصلاة، وشفع فيه الصيام، وشفع فيه عبادك الصالحين، اللهم احشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة استشفاعا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا وللمتوفى وللحاضرين. هكذا أيها الجمع الكريم تنتهي هذه الليلة ليلة تكريم وتشريف فقير عائلات هديه صاحب الوجه في كل مكان، العمدة عنتر أنور مسعود هديه. ندعو الله تبارك وتعالى يجعل القرآن الكريم شافعا وشفيعا له في قبره، اللهم آمين. اختتمنا هذه الليلة بهذه التلاوة القرآنية المباركة فضيلة القارئ الشيخ خالد شكر قارئ العجمية مصر العربية وأجر نقابة القراء والمقيم بمركز مدينة الجلالية. ومن قبله استمعنا إلى فضيلة القارئ الشيخ علي جلال عياد قارئ العجمية مصر العربية والمقيم بمركز مدينة الجلالية. كل هذا نقلناه لكم من داخل إحدى وحدتنا الخارجية وإحدى قصور الضيافة المتنقلة في جميع أنحاء الجمهورية مع علم من أعلام الفراشة والسرادقات والخيط المكيفة وتنظيم المؤتمرات العالمية من مؤسسة أولاد برغام لأعمال الفراشة والأعمال الفندقية الحاج محمد برغام وأولاده المقيمين بأبو سعيفة ونجيب محفوظ ومدينة النوبري، نيابة عن جميع عائلات هديه وأسرة الراحل الكريم يتقدمون جميعهم بخالص الشكر وكل من تقدم لهم بواجب العزاء. شكر الله سعيكم جميعا. كل هذا على صوتيات عبيد صوتيات جمهورية مصر العربية الحاج حمدي جاج باشمهندس نادر حمدي، وعلى كاميرات وعدسات باشمهندس شعبان الهضبي والباشمهندس عمار شعبان الهضبي والباشمهندس معاذ الهضبي، وعلى كاميرات ايضا المحترم والباشمهندس سامح السقا الذي شرفنا في هذه الليلة. ومعنا من الخدمات الفندقية مؤسسة الحاج رجب طلحة واولاده للخدمات الفندقية لا انسى محمد صلاح حبيبي. شكر الله سعيكم جميعا واخيرا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.